ثانويه عامه مبروك الثانويه العامه، بس انت لو نجحت في الامتحان انت ما عملتش حاجه. والله لو انت دخلت في الامتحان ونجحت صباح الفل انت ما عملتش حاجه. ما انت المفروض تخش تنجح. الامتحان ده خطوه على فكره، خطوه ذاكرنا عملنا تيست نجحت في التيست فانت نجحت في الامتحان. انت ما عملتش حاجه. ليه بقى؟ لان مطلوب منك انك تنجح. ما هو مش طبيعي ان انت تفضل تذاكر طول السنه وتخش الامتحان وتسقط. فانا عايز اقول كده في حياتي في المطلق، انت لو نجحت في الامتحان انت ما عملتش حاجه، انت عملت خطوه طبيعيه جدا، انت عملت حاجه طبيعيه جدا، انت عملت اللي مطلوب منك. ربنا طلب منك تصلي وانت صليت، انت سمعت الكلام فول ستوب. باباك قال لك ذاكر وذاكرت، باباك قال لك حاول تنجح ونجحت، انت نجحت فانت ما عملتش حاجه، انت بس سمعت الكلام. عايز بقى تعمل اتشيفمنتس اكتر في حياتك، اعمل اكسترا مايلز. ما تنجحش بس، انجح واطلع الاول، انجح ومع مكتبه الشرف، انجح وهات اتشيفمنتس ثانيه، انجح وروح خد كورس. يعني اعمل الحاجات الطبيعيه اللي كل الناس بتعملها ان هي تنجح في الامتحان، وبعد كده اعمل اكسترا مايلز بقى كتيره عشان تبقى تعرف تعمل اتشيفمنتس ثانيه الناس ما عملتهاش. يعني الناس بتاعت ثانويه عامه اللي نجحت في الامتحانات الف مبروك ليكوا. هاويفر انتوا محتاجين تعملوا بقى حاجات كتيره قوي عشان لما تخش الجامعه بتاعتك تبقى متميز، عشان لما تخش الجامعه بتاعتك تبقى بتبني نفسك وبتبني مستقبلك. محتاج تعمل حاجات كتيره قوي، مش نهايه المطاف، دي بدايه المطاف. فانت لو نجحت في الامتحان انت ما عملتش حاجه، انت سمعت الكلام، ودي بدايه المطاف، ان انت بقيت شاطر وبقيت بتعرف تسمع الكلام. سلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس تاني هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.